انا مريت والنهارده هعمل لكم فطاير سهله وبسيطه بمكونين بس تقدروا تحشوها اي حشوه ومش بتاخد منكم مجهود كبير. لازم تجربوا الطريقه دي. مستنيه تعليقاتكم تحت الفيديو، كمان لو مش عاملين متابعه للصفحه هنا او لايك فما تنسوش. ويلا بينا نبدا وصفه النهارده. بالنسبه للعجينه معايا كوبايه من الميه، ميه عاديه. احط على كوبايه الميه ديت معلقه صغيره من الملح، وبعد كده هضيف الدقيق، وهي دي مكونات العجينة بتاعة الفطاير. بالنسبة للدقيق فانا هحتاج ل3 كوبايات من الدقيق الخاص بالمعجنات. انا ضفت الكوبايات بتاعة الدقيق بالتدريج، مش مصورة طبعا كل المراحل دي عشان ما اطولش الفيديو، بس يعني هضيف بالتدريج وهقلب لحد ما العجينة تكون تلم معايا جوه الطبق. هعجنها شوية في الطبق وبعد كده هطلعها على الرخامة اعجن فيها شوية، وهاجي في الاخر وانا بعجن هحط على ايدي شوية زيت علشان تكون سهلة معايا في اللم، ما تفضلش تلزق في ايدي كتير. فهحط على ايدي حبة زيت واكمل عجن. ملمس العجينة دي بيكون طري وملزق شوية في الايد. زي ما انتوا شايفين ده ملمس العجينة، بتكون لينة زي ما قلت لكم، بتلزق في الايد شوية. حطها بقى في طبق واغطيها، سيبها بس على جنب على بال ما احضر الحشوة. اي نعم هي ما فيهاش خميرة، بس اي عجينة قبل ما نشتغل فيها لازم ترتاح على الاقل 5 دقايق. بالنسبة للحشوة اخترت الصدق او السجق. شوحت شوية بصل على النار وحطيت عليهم تقريبا ربع كيلو من الصدق. وبعد كده احط شوية بهارات بقى، ملح، فلفل اسمر، جوز الطيب، بهارات لحمة، اي حاجة انتوا تحبوها من البهارات، ما تكتروش من البهارات. وبعد كده هقلب شوية وهضيف فلفل الوان، حابين تضيفوا طماطم مع الفلفل مفيش مشكلة. انا اللي موجود عندي ضفته. هقلب شوية وهغطي، يعني الموضوع ده كله هياخد على النار تقريبا 10 دقايق او اقل. اجيب بقى العجينة واقسمها لكور، او هكور العجينة بتاعتي حسب بقى الحجم اللي انتوا عاوزينه. هاخد بقى كل كورة من دي ارش الرخامة شوية دقيق، وعلى العجينة من فوق شوية دقيق، وافرد كويس قوي، يعني اخليها رقيقة جدا عشان انا ناوية اسويها على الطاسة مش في الفرن. فاخليها رقيقة خالص، يعني اجيب اخرها بالنشابة كده. وبعد كده امسكها على ايدي واحاول ان انا إيه اشد في اطرافها شوية، امطها شوية يعني. وبعد كده اخر خطوة خالص ان انا هدهنها بشوية زبدة او سمنة او زيت زي ما تحبوا. وساعتها هتكون سهلة قوي معايا في الفرد، او يعني هتكون سهلة ان انا ارققها خالص. بعد كده هحط الحشو عادي في النص. وانا هطبق بقى الطرف اليمين على الشمال، واللي فوق على اللي تحت هتشوفوا دلوقتي. انا حبيت اطبقه بالطريقة دي. انا العجينة دي عملتها في وصفات كتير بس بطرق يعني باشكال مختلفة، فانا المرة دي اخترت التطبيقة ديت. علشان قلت هسويها على البوتاجاز. لو حابين تسووها في الفرن على فكرة مفيش مشكلة. بس وانتوا بتطبقوها على بعض تدهنوا شوية زبدة او زيت او سمنة، مش كتير برضو. وبعد كده هحطها بقى على الطاسة. الطاسة هتكون فيها شوية زيت، وعلى نار هادية شوية، مش متوسطة ولا عالية، اقل من المتوسطة. يعتبر ان انا هسخنها على الطاسة، وانا بسخنها على الطاسة يعني هقلبها على الجهتين، وفي الوقت ده برضو بغطي عليها بالغطا بحيث ان البخار برضو بيسوي الفطيرة من جوه. بالنسبة لي انا بستسهل اي حاجة بصراحة بتتعمل على البوتاجاز من فوق اكتر من الفرن. بس كده، هي دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة. اظن مفيش اي صعوبة فيها. هستناكم تجربوها. لو جربتوها يعني صوروها وبعتوها لي على الرسائل بتاعت الصفحة. تمام. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.